ماشي. 4 أخوات وإلهم راس واحد. 4 أخوات ولهم جسم الإنسان. 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هن؟ 4 أخوات وراس واحد. توأم يعني؟ 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هي؟ 4 أخوات ولهم راس واحد. شلون زبطتها؟ والله زبطت، بس فكر أنت. سحبت سيجارة وفكر. ما عرفت أنا. 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هو؟ شلون يعني هو شو بيكون؟ فكر فيه. 4 أخوات وإلهم راس واحد. يعني مثل شو هو مثلا بيكون؟ فكر فيها. جماد. الغاز. 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هو؟ 4 أخوات ولهم راس واحد. 4 أخوات ولهم راس واحد. راس واحد. والله ما بعرف، صعبة كتير هاي الحزورة. 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هو؟ 4 أخوات ولهم راس. ما بعرف. 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هو؟ 4 أخوات وراس واحد. اعطيني خيارات. جرب أنت، فكر، حلل. ساعدني. 4 أخوات ولهم راس واحد. والله ما بعرف. 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هن؟ والله ما جرب فكر. بس مع عيدي لي اياه شو؟ 4 أخوات وإلهم راس واحد. 4 اخوات ولهم راس واحد. والله ما أعرف. طب فكر، جرب. والله ما أعرف. عجزت؟ الجسم. 4 أخوات وإلهم راس واحد، شو هو؟ 4 أخوات لهم راس واحد. أربع أخوات وإلهم راس. عجزت؟ لا ضيع. ما في سؤال غيره؟ شو فكر يعني، فكر بصوت عالي، بركي بقدر ساعدك. يعني شو الشيء اللي عم يخطر ببالك؟ هلا هو بني آدم ولا حيوان؟ جماد. جماد؟ ايه شو غير؟ طاولة؟ شاطر، قلت لك فكر بصوت عالي بقدر ساعدك. شكرا. نحن عاملين مسابقة هيك تحدي صغير بينك وبين حدا هلا بيمر له على التعيين، نسألك سؤالين إلك سؤالين لإله للشخص، واللي بيربح بياخذ معنا هاي يعني بياخذ هيدا الظرف جائزة، شو رأيك؟ تمام ما عندي مشكلة. هاي في عنا هاي الصبيح، مرحبا. أهلين. شلونك؟ كيف ثقافتك العامة؟ والله شو على كيفك؟ شو دارسة؟ شو عاملة بحياتك؟ هلا والله وصلنا للخامس، اجينا نكمل قام خلص البنزين. حبلش معك بالسؤال الأول، قديش عدد شجر الموز بالصومال؟ بصراحة ما عندي فكرة. أبداً؟ للأسف. أنا يمكن على حسب معلوماتي الجهنمية يمكن شي 50 مليون شجرة وشجرة. عادتيهم راح على الصومال؟ اللي كان ما شاء الله عليكي. لقيتهم بالمنام. نعم يا أختي. لا والله لا، غلط جوابك، ما رح تفكري؟ شجرتين يعني؟ والله ما عندي فكرة، يعني ما قريت من أول أو من
نقبل او هيك شيء. للأسف خسرتي معنا هاي الجولة، رح نسألها للصبية ونشوف إذا رح تربح عليكي هاي الجولة أو لا. طيب حضرانة مسلسل ضيعة ضايعة؟ ضايعة والله يمكن مارق علي. شو كان اسمه اسم مرته لجودة؟ ما تاكل قتلة. ديبة. برافو عليكي. ها ليكك مانك حضرانتي وعرفتي. هيك كان في اختي السمين اعطيته 5 دقائق شفت لك لقطات على الماشي. ما شاء الله عليكي، والله فازت عليكي هالجولة. والله ما بعرف سؤالي سألتيني إياه انت يعني كثير سؤالي سألتي اياه بايخ انه حدا بيعرفه يعني جيبي ولد عمره 3 سنين بيعرفه. رح غير لك نمط السؤال شوي، رح ننتقل من شجر الصومال. النملة قد كم كيلو بتقدر تحمل النملة على ظهرها؟ شايفة نمل هو عم يمشي وعم يحمل؟ اللي هو عم يمشي بس مو شايفه قديش بيحمل كيلو، ما ما بيقدر يحمل كيلو. قال لك النمل كتير بيقدر يحمل لا غيرك مظهره. منطقية لا كتريا شوي تقديريا. طيب قديش؟ شي كيلو. للأسف خسرتي معنا، ما بتعطي جواب أخير؟ هي عم ساعدك عشان ما تقولي. قولي لي الاسئله شوي. طب ليك هي عم قول لك بتحمل، حطي رقم. حطي رقم، شو انا بدي اقول لك الجواب؟ وقية ما عندك غير وقية؟ لا ما في غير وقية، ما بتوقع انه هي كلها ما بتطلع مسوقية. رح اسالك هلا السؤال الاخير وهو اللي بيحدد اذا رح تفوزي معنا او لا. هلا رح صعب لك اياه مشان ما تقول ها ميزت وتحيزت، يعني السؤال هلا صعب ففكري منيح الله يرضى عليكي. صعب علي شي حبيبتي، انا كله انا خاتمه المونديال كله. طيب يلا فل كم قزم كان معي، يلا فكري كمان. كم قزم؟ انا بعرض هذا السؤال اللي سألتي اياه، شو هي الاقزام؟ كلهم 7. ليش تتعارضي؟ انا المذيعة هون، انا اللي بسأل. ايه بس شو انك تسأليها لها كم قزم ولإلي تسأليني شو عدد شجرات الموز؟ طيب بما انه هلا انت جاوبتي عن السؤال تبعه معناتها هلا بدنا نغير للسؤال. يلا خلينا نبلش. سؤالي لإلك، شو كان اسمه الساحر يلي مع السنافر؟ انا بدك تسمحي لي فيها. شو هاد؟ شو اسمح لك شو شبه؟ حبيبتي شو انت على كيف هي كاتبه الاسئله المخلوقه. شلون يعني لها سؤال هيك وقولي السؤال هيك يعني والله لا تسأليها كم واحد القزم وبعدين تسأليها شو كان اسمه لا مو انت دارسه علمي هيك تسال كل واحد على حسب مدارج. شو جوابك؟ الساحر هذا ابو مناخير طويله. ايوه هذا هو شرشبيل يمكن. شرشبيل. برافو عليكي، الف مبروك، حظ اوفر ومعلم بيشتغل واحد على ثقافته شوي شوي. في مجال الجائزه مشان ايه ثقتوا بشيني، خدي هي الجائزه ان شاء الله. الف مبروك يا رب، تهريهم بالهنا. ليش هيك روحك مو رياض؟ ان شاء الله بس تكون لا رياضية بس انه يعني لا محرزه، انت المحرزه. فيها شي وجبه هيك. يلا مبروك، نعتذر منك. هي الاسئله فعلا ما إلها جواب، بس بدنا نشوف ردة فعلك وانت ما شاء الله عنك وعلى ثقافتك، بس حبينا هيك نتغلظ عليك شوي وين شكلنا العيال. اوكي والله بتعرفي كم موزه كان بشجره؟ بس ضروري تعرفي كم موزه في بشجر الصومال، بركي سالتي هذا السؤال. لازم تروحي تعديهم. لازم نروح. هذا الظرف صار إلك اعطيها يا بصير عشان ما تاخده وتهرب. طبعا